ما شاء الله شوفوا لي هالدجاجات، المنظر بيحكي عن حاله، محمرين مأمرين، طعمة ولا أطيب، ريحة بتشهي. اليوم بدنا نحضر صينية الدجاج بالفرن مع البطاطا بالزيت والثوم والحامض بخلطة رائعة جدا، طعم خرافية. اللي حابب يشوف كيف حضرتها لو وصلت لهالنتيجة تابعني بالفيديو لنشوف طريقة التحضير. لنحضر النقعة، عندي ربع كوب حامض، ضيف عليهم ربع كوب زيت نباتي، معلقة كبيرة توم مهروس وفينا نستبدلها بتوم بودرة، معلقة كبيرة دبس رمان، معلقة كبيرة صلصة بندورة، معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، مندوق الصلصة ومنعدل الملوحة حسب ما نحن بنرغب. فلفل أسود، معلقة صغيرة كركم، بخلطهم كتير منيح. وهلأ بهالمرحلة قبل ما أحط فيهم الدجاجات أكيد بدوقهم لحتى أعدل الملح. النقعة صارت جاهزة، الدجاج عندي مغسول ومنشف من السوائل كتير منيح. بحط قطع الدجاج بقلب النقعة وبحركهم كتير منيح، وبدي اتركهم بالنقعة حوالي ساعتين أقل شي، وإذا فيني اتركهم ليلة كاملة أكيد النتيجة بتكون أفضل. تبلت الدجاجات، هلا بدي اغطيهم واتركهم حوالي ساعتين اكيد بالبراد اقل شي، واذا فيني اتركهم ليلة كاملة اكيد النتيجة بتكون افضل. لنطبق وصفتنا بالصينية، حطيت بصلة مقطعتها روندلات مثل ما لنا شايفين. اللي ما بده يحط بصل هالخطوة بيقدر يستثنيها. راح ضيف عليهم بطاطا كمان مقطعتها روندلات بس سميكة شوي. رش على البطاطا رشة ملح، رشة فلفل أسود، وبصف قطع الدجاج اللي تبلناها. أكيد هلأ الصوص اللي كان منقوع فيه كمان بدي حطه، ما بتخلص منه، كمان بدي حطه على وجه الصينية. صينيتي صارت جاهزة تدخل على الفرن، ما شاء الله شوفوا ألوانها بتشهي من قبل ما أدخلها على الفرن. هلأ بدخلها على أعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة بخفف النار على 180 وبغطيها وبتركها ساعة لساعة وربع لحتى تستوي. بيرجع الشي أكيد حسب كبر الدجاج وحسب كبر الصينية اللي عنا. بعد ساعة وربع بكشفها بشيك عليها، في حال لقيتها استويت بشغل الشواية لحتى تاخد لون. ما شاء الله شوفوا هالمنظر، هيدا بعد ساعة وعشرين دقيقة. شوفوا كمية السوائل اللي طلعت منها، نحنا ما حطينا فيها مي أبدا، هي بقت السوائل بعد ما غطيناها وكانت عم تستوي على مهلها. هلأ بعد ما استويت بدي شغل الشواية خليها تشقر، وبصير أنا كل شوي طلع الصينية باخد منها الصوص وبسقي فيها الدجاجات. أول شي بعزز النكهة أكتر وبعطيها لون حلو. ما شاء الله شوفوا منظر الصينية بعد ما تحمر وجهها، وصفة رائعة جدا. ريحتها ما شاء الله كتير شهية، طعمتها كتير طيبة. بتمنى تكون عجبتكم وتجربوها. بشوفكم بوصفات جديدة من أكلات محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.